في عالم بعيد في مملكة اسمها نورين. النور فيها ما بيطلعش من الشمس، النور جاي من حجر سحري ضخم في قلب القصر اسمه عين الفجر. الحجر ده بيحمي المملكة من مخلوقات الظلام اللي بتعيش ورا الجبال السوداء. لكن في يوم الملك يختفي والحجر يختفي معاه. هنا بيظهر بطل القصة آدم، شاب فقير عايش في أطراف المملكة مع قطة غامضة بتتكلم اسمها لوزة. القطة دي بتقوله إنها كانت حارسة الحجر زمان، وإنه هو المختار عشان يرجع النور قبل ما الظلام يغطي العالم كله. لكن اللي آدم ما يعرفوش إن في قوة أكبر من الظلام نفسه بتراقبه. دي الحلقة الثانية من حكايتنا في مملكة سمسم. لو ما شفتش الحلقة الأولى ارجع شوفها عشان تعرف إزاي بدأت رحلة آدم ولوزة لإنقاذ النور. آدم ولوزة ماشيين في غابة مسحورة، الأشجار طويلة وأغصانها بتمتد كأنها بتراقبهم. فوقهم طيور غريبة بألوان زاهية بتحلق، لكن عيونها شكلها مرعب. آدم يبص حواليه بحذر، وصوت خطوات بيقرب في الخلفية. قدامهم نهر أزرق متوهج، مياهه بتنور وأسماك بتقفز منه وتطير في الهواء لثواني. آدم بابتسامة مدهوشة، أول مرة أشوف حاجة كده في حياتي. نكمل رحلة آدم ولوزة في الغابة المسحورة، واللي لسه قدامهم مفاجآت أخطر من أي حاجة شافوها قبل كده. فجأة ظل ضخم بيغطي الأرض قدامهم، مخلوق غامض طوله ضعف آدم، عيونه حمرة متوهجة وصوته غليظ: ارجعوا أو هتختفوا للأبد. آدم بيرجع خطوة للخلف، لكن لوزة تتقدم بثقة: اختفي. المخلوق بيتبخر وسط سحاب الدخان أسود، والهواء يهدأ فجأة. آدم وهو بيبص حواليه بقلق: الموضوع أخطر من اللي كنت فاكره. لوزة بترد عليه بتقوله: لسه ما شفتش حاجة. بعد اختفاء المخلوق ووسط الغابة المسحورة، بدأ آدم يحس إن في حاجة مش طبيعية. آدم ولوزة بيكملوا المشي وسط أشجار ضخمة وأصوات غريبة بتتردد حوالين المكان. آدم: إحنا مستعجلين ليه؟ لوزة: الوقت مش في صالحنا، لازم نوصل قبل فوات الأوان. يمروا على أطلال قديمة محفورة عليها رموز سحرية. آدم يقف ويتأملها، يمد إيده ويلمس رمز غريب. فجأة النور يتوهج وتظهر له رؤية سريعة: قطة سودة بعينين حمرة تهاجم حارس ضخم وتحاول سرقة حجر سحري. آدم يتنفس بسرعة، يتلفت يلاقي لوزة واقفة ورا، عيونها الخضرة بتلمع وسط الظلام، وابتسامة غامضة على وشها. آدم وهو بيبص حوالين الغابة: إيه اللي بيحصل هنا؟ حسيت إن حد بيراقبنا. لوزة بصوت هادئ: الغابة دي مليانة عيون يا آدم، مش كلهم أعداء. صوت صفير غريب يقطع كلامها والأرض تهتز بخفة. آدم: ده نفس الصوت اللي سمعته في الرؤية، الرمز السحري اللي لمسته. لوزة بجدية: يبقى في حاجة بتحاول توصل لك رسالة. فجأة الضباب يتفتح ويظهر كائن ضخم، عيونه خضرة وصوته عميق: آدم، الخطر جاي من أقرب مما تتصور. آدم يتقدم خطوة: يعني إيه؟ لكن الكائن يختفي وسط الضباب قبل ما يكمل كلامه. لوزة بتبص حواليها: لازم نتحرك دلوقتي. وسط الغابة المسحورة، الكاميرا بتقرب على آدم ولوزة وهم ماشيين بسرعة. الضباب محاوطهم والأصوات الغريبة لسه مسيطرة. آدم بتوتر: إحنا ماشيين فين بالظبط؟ لوزة ببرود: للمكان اللي كل حاجة فيها تتغير. بيظهر قدامهم المخلوق العملاق اللي ظهر قبل كده بعيون حمراء، بس المرة دي مقيد بسلاسل سحرية. آدم مندهش: إزاي؟ ده مش المفروض يكون اختفى. صوت جهوري غريب من بعيد: أنا لست عدوك يا آدم. الكاميرا تركز على مخلوق تاني بعيون خضراء لامعة بيخرج من بين الأشجار، ضخم وقوي لكن ملامحه هادية. المخلوق بعين خضراء: اللي بيخوفك مش أنا، ده كله من صنع لوزة. آدم يلف بسرعة ناحية لوزة. عيون لوزة الخضراء تلمع بشكل مخيف، تضحك ضحكة غامضة. لوزة: كنت فاكرني إيه؟ مجرد قطة ضعيفة؟ أنا اللي بتحكم في العتمة، والجن الأحمر ما هو إلا لعبتي. آدم يتراجع خطوتين للخلف مذهول. المخلوق الأخضر يواجه لوزة والأرض تهتز من قوة المواجهة. المخلوق: يكفيك خداع، حان وقت انكشاف الحقيقة.
الكاميرا تقفل على وش آدم وهو مذهول. اتكشفت. بدأت المواجهة المرعبة. صوت الرعد بيهز المكان، والوحش الطيب بعينه الخضراء بيقف قدامها. صوته مليان قوة. كفاية لوزة، انتهى وقت الخداع. لوزة تضحك ضحكة شريرة وترد: انت فاكر نفسك تقدر تمنعني؟ انا اللي كنت بحرك كل حاجة. آدم واقف مذهول، مش قادر يصدق إن كل اللي فات كان لعبة من لوزة. المواجهة تشتد، ضربات سحرية ونور أخضر بيطارد شر لوزة. وأخيراً الوحش ينتصر. لوزة تختفي وسط دخان أسود تقيل وصوتها بيتلاشى. آدم ياخد نفسه بصعوبة، يلاقي الوحش بيقرب منه وبيقول له: تعال معايا، رحلتك لسه ما خلصتش. آدم يمشي جنبه، وفجأة بوابة نجمية ضخمة بتتفتح قدامهم ويدخلوا سوا. في لمح البصر يخرجوا في صحراء واسعة، والرمال حواليهم بتبرق تحت ضوء القمر. آدم متلخبط، إحنا فين؟ الوحش بابتسامة غامضة: هتعرف كل حاجة في وقتها. وفجأة ضربة قوية جدا تهز الأرض. يطلعوا يلاقوا نفسهم عند تمثال أبو الهول وكأنهم خارجين من تحته. الوحش يبص لآدم ويقول له: انت دلوقتي في 2025، واللي حصل ده أغرب حاجة هتحصل في حياتك. آدم واقف مذهول، عيناه بتلمع من الخوف والدهشة، وبصوته المرتبك يقول: لو لقيت تفاعل ودعم منكم هكمل الرحلة دي، لكن لو ما لقيتش للأسف مش هيكون في قصص تاني. النهاية ولا بداية جديدة؟